ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ دلوقتي احنا عايزين نشوف مع بعض ازاي نقدر من الابليكيشن بتاعنا نعمل ايه. نتصفح الكتالوج، نتصفحه تمام، رقم 1. رقم 2 نبعت اللينك بتاعه، تمام. رقم 3 نقدر من خلاله ان احنا نشوف المنتج، نختار منتج ونشوف سعره بعد الخصم وعدد النقاط بتاعته. كل ده من الابليكيشن بتاعي. انا فتحت الابليكيشن اوريفليم بيوتي، تمام. هضغط على علامة الفرشة والمعجون اللي تحت، شايفاهم اللي جنب علامة البيت، هضغط عليهم. هيظهر لي صورة الكتالوج فوق على الشمال او على اليمين على حسب اللغة اللي انتي مشغلة بيها الابليكيشن بتاعك. هضغط على الصورة دي اهي، صورة الكتالوج، ماشي. هضغط عليها، هيبدأ يفتح لي الكتالوج. يفتحه بطريقة ان انا ممكن اتصفحه كأني بفره يعني بقلب فيه، ان انا احود يمين وشمال الصفحات اهي، بصي. ماشي. وممكن كمان اختار شكل النقط اللي فوق دي، ادوس عليها فيبدأ يعرضهولي بالطريقة دي صفحات كده، وارفع لفوق كده يبدأ يحمل لي كل صفحة بالمنتجات اللي فيها. طيب انا شفت صفحة، ماشي، وليكن مثلا دي الصفحة دي فيها اوفر. خلاص كده انا كده عرفت ان انا ايه، ازاي اطلع الكتالوج من الابليكيشن. مش محتاجة ابدا ان انا اخش اقول ابعتولي الكتالوج، لان الكتالوج معايا في الابليكيشن. طيب في بقى نقطة معينة، في هنا اوفر. بصي هدوس على الصفحة هتظهر لي بشكل كبير. الاوفر ده بيقول اشتري ماسكارا زوان وقلم ظل الجفون فقط بكذا، تمام. طيب في حاجات لما بتبقى مع بعضيها كده بيكون عليها عرض وبيديكي كود للمجموعة مع بعضها. يعني ممكن تاخدي الماسكارا لوحدها تكتبي كودها او تختاريها، ممكن تاخدي الاي شادو لوحده، لكن لو مع بعض بيبقوا بسعر مخفض فيديكي كود للمجموعة. لكن لما المجموعة يكون فيها منتج فيه اختيارات زي الاي شادو، الاي شادو نازل باكتر من لون، تمام. فمش هينفع يديني اهو دي الوان الاي شادو، فمش هينفع يديني كود للمجموعة على بعضها. فيبدأ ان انا هطلب الماسكارا وبعدين هطلب الشادو فيديني اختيارات. طب انا هطلب الماسكارا، هدوس على الشنطة اللي جنب الماسكارا اهي، بصي اتضافت ازاي فوق، تمام. طيب عايزة اطلب الشادو، في شنطة اهي لونها اخضر، بضغط عليها بيبدأ يديني درجات الشادو، اختار منها الدرجة اللي انا عايزاها. انا هاخد مثلا الازرق فهدوس على الازرق، فكده هو ضاف لي الازرق، اتفقنا. طيب عايزة اشوف بقى الحاجات اللي انا اخترتها دي، يبقى انا كده عرفت ايه، عرفت ازاي بختار منتج كمان، تمام. اهو ناخد مثال كمان، مثلا هنا مجموعة الكريمات بتاعت اوبتيمالز الحمرة دي تحفة جدا، انا هختار منها ماشي كريم الليل، فهروح عند الشنطة اللي جنب كريم الليل هضغط عليه. حلو الكلام. طيب عايزة بقى اشوف ايه المنتجات اللي انا استني هشرح لك بقى العرض ده عشان برضه في حته مهمه. بصي هنا اشتري منتج من هذه الصفحه واحصل على كريم العين مجانا. انا اخترت كريم الليل، هل اروح اضغط على كريم العين؟ لا، هو هيضيفه اوتوماتيك لانه مجانا ومفيهوش اختيارات، اتفقنا. عايزه بقى اشوف انا اخترت ايه، هدوس على شنطه التسوق اللي تحت دي اللي مكتوب عليها رقم 4 يعني فيها 4 منتجات. فتحت كده ده شنطه التسوق بتاعتي اهو، الكريم اللي اخترته اهو الاحمر. وبصي تحت في الجزئية بتاعت يضاف الى طلبك بدون تكلفة، يعني هتاخديها ببلاش، اللي هو كريم العين المجاني. انا ما ضفتوش بس هو اتضاف اوتوماتيك زي ما اتفقنا. وهنا ده العرض اهو بتاع الماسكارا لو تاخدوا بالكم اول ما ضغطنا عليها كانت ب199، بس هي عليها عرض ان انا اما اخد معاها الشادو سعرها هيقل فهتبقى ب149. انا هنا ال149 وال130 وال261 الاسعار دي اسعار المنتج بعد الخصم، وفوقيها النقط
الرقم اللي مكتوب جنب كلمة بي دي عدد النقط للمنتج. اخر حاجة عايزة اقولها في الفيديو ده، تعالي نرجع تاني على الفرشة والمعجون اللي تحت عشان ينقلني تاني على الكتالوج. اخر حاجة، لو انا عايزة ابعت لينك الكتالوج، شايفة فوق اهو في سهم خارج، هتدوسي عليه وتختاري هتبعتيه على ايه، وليكن مثلا هبعته على الدردشة، يبقى انا كده بعت لينك الكتالوج. تعالي نشوف كده.